بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. نخش بقى في الموضوع كده على طول بدون اي مقدمات. محمد عبد المنعم ينضم رسميا لنادي نيس بعد نجاحه في الكشف الطبي. محمد عبد المنعم حاليا هيلعب في الدوري الفرنسي ودوري ابطال اوروبا بعد تعديل نظامه بانظامه همويه بدل نظام دوري المجموعات. ما اقولكش بقى على طموح كابتن محمد عبد المنعم اللي ما تتوصفش، وحلمه حرفيا انه يلعب في نادي مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، وخاصة ان الشركة الراعية لنادي نيس هي نفس الشركة الراعية لنادي مانشستر يونايتد. نخش بقى على اخبار نادي الاهلي. رسميا اشرف داري ينضم للنادي الاهلي بعد نجاحه في الكشف الطبي، وعايزه اقول لكم ان هو طوله 188 سم وبارع كمان في الالعاب الهوائيه. وقبل ما يجي نادي الاهلي سال صديق عمره بدر بنون اللي كان بيلعب سابقا في النادي الاهلي، وطبعا نشكر بدر بنون على الكلمه الحلوه اللي قالها في النادي الاهلي، انه قال عليه مسرح في البطولات وشكر في النادي الاهلي. يسكت على كده بدر بنون؟ اكيد لا طبعا، وقال له كمان ان في التزام ونجاح مش موجود في الانديه الاوروبيه. الحقيقه يعني لك كل الشكر يا بدر بنون. وحرفيا لو تاخدوا بالكم ان اي لاعب لعب في نادي الاهلي لازم يشكر فيه. وما ننساش طبعا نوجه كل التحيه والتقدير لكابتن محمود الخطيب وكابتن امير توفيق. ليه بقى؟ علشان هم حرفيا خلصوا صفقه اشرف داري ب1,500,000 دولار بس، بعد ما كان نادي بريست الفرنسي كان طالب 3,200,000 يورو في الصفقه، وقدر امير توفيق بمشوره كابتن محمود الخطيب وقدروا يخلصوا الصفقه على 1,500,000 دولار مش يورو، بل كمان على 3 اقساط. وهنا بقى انا عايزه اقول للاهلاويه اللي كانوا بيستعجلوا اداره الاهلي وكمان كانوا عايزين يخلصوا الصفقه بسرعه وفي الانجاز، احب اقول لكم ان الاداره قدرت تنزل اكتر من نص الصفقه، يعني الصبر جميل. فسمعونا تحيه بقى كده لكابتن محمود الخطيب وكابتن امير توفيق. واكيد طبعا نادي الاهلي ما يسكتش على كده، وان شاء الله بيحاول يخلص في صفقه محمد علي بن رمضان، وان شاء الله برضو تخلص على خير. واكيد برضو الاهلي مش هيكتفي بيهم وبيتعاقد مع جناح مغربي ولا اروع، ده بالاضافه الى موفق رامي اللاعب اللي عنده 19 سنه اللي من الناشئين وقدر ينضم فعلا لصفوف النادي الاهلي. وبكل التوفيق للنادي الاهلي ومن نجاح لنجاح ودايما مفرح. وفعلا احب اقول لكم بكل فخر ان النادي الاهلي بعد الصفقات اللي برمها هيبقى منتخب عربي ملوش حل. نخش بقى على اخبار نادي الزمالك، بس قبل ما اقول الاخبار احب اقول لكم ان ابراهيم عادل انتقل لصفوف نادي ختافي الاسباني ومش هيلعب كمان نهائي كاس مصر بكره امام زد. كل التوفيق لكابتن ابراهيم عادل. بالنسبه بقى لاخبار نادي الزمالك بيتفاوض مع عبد العزيز البلعوطي حارس نادي انبي، وعايز يفسخ عقده مع زياد كمال اللي مستعينه من نادي انبي، لكن الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي رفض وقال لهم لو عايزين تفسخوا العقد هاتوا 20 مليون جنيه. وبالمناسبه صح، زياد كمال اكتر لاعب اتدفع فيه على سبيل الاعاره. من ناحيه تانية نلاقي كريم البركاوي كان المفروض يجي مصر امبارح علشان يوقع لنادي الزمالك، لكن للاسف اعتذر، وكيله طلع وقال ان سبب اعتذاره كان مرض والده. وطبعا الزمالك ما استريحتش للموضوع وحست ان في حاجه غلط، بس هنا بقى وكيله حب فعلا انهم شاريين النادي وبعت له صور من المستشفى بتقول ان والد كريم البركاوي تعبان فعلا. ومن ناحيه تانية نلاقي محمود ابو توكا اللاعب المغربي اللي تعاقد معه نادي الزمالك مستر جوزيه جوميز رفض، وقال كمان ان عنده 3 لعيبه ناشئين احسن منه بمراحل. اما بقى بالنسبه لاشرف بن شرقي او زي ما بيحبوا الزمالك بيسموه اشرف بن قلبي، جاله عرض من نادي الشمالي القطري بضعف حرفيا المبلغ اللي كان عرضه عليه الزمالك. فهل اشرف بن شرقي هيروح العرض القطري ولا هيتمسك بنادي الزمالك وزي ما بيقول الجمهور الزمالك عليه ابن قلبي؟ وده طبعا اللي هيبينه الايام اللي جايه. اما بقى بالنسبه لاحمد سيد زيزو، والده صرح وقال انه مش هيسيب الزمالك، لكن للاسف هيسيبه في يناير الجاي لان عقده بينتهي، بل كمان رفض العرض اللي عرضوا عليه الزمالك 60 مليون جنيه في السنه. وزيزو حرفيا عايز يكسب كل حاجه، الجمهور وفي نفس الوقت عايز يسيب الزمالك. وانا من رايي ما تجدد يا كابتن احمد للزمالك واكسب حب الجمهور واكسب ال60 مليون برضه، لكن هو تفكيره في حته تانية والله اعلم، وده برضه من حقه، وقولوا له برضه انتوا رايكم ايه. ومن ناحيه تانية نلاقي ان الزمالك بيتعاقد مع صلاح محسن لاعب النادي الاهلي سابقا ولاعب نادي المصري حاليا. وقال الاستاذ عمرو الجناني في تويتر ليه: تخيل كده ان صلاح محسن يجيب اول هدف من اهدافه في نادي الاهلي في السوبر الافريقي، لكن للاسف كان هنا بقى رد صلاح محسن صادم، فقال له انا مش عايزه اتخيل اصلا ومش عايزه اروح الزمالك.
نخش بقى على اخبار اتحاد الكوره اللي عين كابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام وابراهيم نور الدين نائب ليه. حرفيا ربنا يستر على الاهلي من الموسم القادم من التحكيم. ومن اهم قرارات اتحاد كره القدم برضو ان قال الموسم الجاي لا يجوز لاي فريق انه يعير اكتر من 6 لاعيبه، وما يقدرش ياخد 3 لعيبه من نادي واحد او يعير 3 لعيبه من نادي واحد. مش عارف بقى القرار هنا المقصود بيه النادي الاهلي ولا ايه، لان النادي الاهلي حرفيا عنده لعيبه كتير قوي عايز يعيرهم. بمناسبه الاعاره كابتن احمد القندوسي وافق على مد اعارته لمده سنه تاني لسيراميكا، وقال للنادي الاهلي انا وافقت بس يا اما انضم السنه الجايه لصفوف النادي الاهلي يا اما تدوني الاستثناء. وبكل التوفيق لكابتن احمد القندوسي. وبالمناسبه صح مشكله النادي الاهلي مع بيرسي تاو مش مشكله فنيه اطلاقا، وهي كل الحكايه مشكله لو يجوز بس لبيرسي تاو لما بيجي يتغير، وهو بيفكر جديا في عرض الخلود السعودي. بس هنا شرط بقى للنادي الاهلي انه قال لهم انا عايز 500,000 دولار، وطبعا هنا اداره الاهلي استغربت وقالوا له بتوع ايه؟ قال لهم محبه وخلاص. فهنا طبعا واكيد يعني ايه الاهلي رفض، وبعد ما اداره الاهلي رفضت قال لهم انا كل اللي اقدر اعمله معاك ان الفلوس اللي جايه كلها هتبقى ليك، واحنا يا عم مش هناخد حاجه من ورا الصفقه بتاعتك. بالنسبه بقى لكابتن حسام حسن واخبار المنتخب الوطني، للاسف كان تجمع المنتخب الوطني امبارح 28/8، وللاسف ما انضمش للمعسكر الا 6 لاعبين بس. وللاسف هنا النادي الاهلي ما وداش لعيبته ولا نادي الزمالك ولا نادي بيراميدز. بس السؤال هنا بقى، هل لو كان نادي الزمالك ونادي بيراميدز ودوا اللعيبه بتاعته للمعسكر كان الاتحاد هيوقع عقوبه ايقاف على لعيبه النادي الاهلي؟ انا الصراحه من وجهه نظري كان الاتحاد الكره هيعمل كده. انتوا بقى رايكم ايه؟ خدوا بالكم هنا يا جماعه ان ميكالي جاهز وساند سنانه انه هيمسك المنتخب بعد حسام حسن. وبكده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام. صح نسيت اقول لكم ان اخر ميعاد لقيد اللاعبين 31/8. الزمالك حرفيا لحد حاليا ما فكش القيد، يعني مش عارفه يعني الصراحه الواحد يقول ايه، بس ربنا معاكم يا زمالك.